أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجنا من هنا نبدأ الحلقة الرابعة من موضوعنا الاختلاف وليس الخلاف. اليوم حنتحدث كيف الاختلاف يكون هو أداة الاستخلاف، يعني كيف نستطيع أن نوظف الاختلاف في تحقيق الاستخلاف وليصبح آلة تعمير وآلة تكامل بدلا من أن يكون هو أداة للتفريق ويعني تدمير المجتمعات. في بداية هذا الموضوع حقيقة وأنا أبحث في قصص في التاريخ وفي قصص الصحابة، استوقفتني قصة عبد الله بن الزبير مع سيدنا معاوية رضي الله عنه. لما تهجم عمال سيدنا معاوية على مزرعة عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير أرسل خطاب لسيدنا معاوية، كان خطاب يعني حاد اللهجة، يعني كان شديد جدا. يعني بدأ في الخطاب ما قال له هو حتى إلى خليفة المسلمين، كتب له إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد، فإن عمالك دخلوا مزرعتي فأمرهم بالخروج منها، أو فوالله الذي لا إله إلا هو ليكون لي شأن معك. يعني سبحان الله، يعني كيف يعني تهجم العمال، كيف يعني صيغة الخطاب كيف كانت إلى سيدنا معاوية. فوصل الخطاب إلى سيدنا معاوية، فسيدنا معاوية طبعا يعني استشار ابنه يزيد بن معاوية وقال له: يا يزيد، وصلني خطاب من عبد الله بن الزبير وماذا أفعل بهذا الخطاب؟ يعني فيزيد ابنه طبعا قال له: أنا يعني نرسل له جيش، أوله عنده وآخره عندنا ويأتي برأسه. فسيدنا معاوية كان حكيم جدا وعاقل وكيف احتوى الموقف، فكتب رسالة رد عليه وقال له: لا يا ابني. كتب رسالة قالوا إلى عبد الله بن الزبير ابن أسماء ذات النطاقين. يعني فهذه الكلمة، هذه الوصف يعني على عكس ما وصف به عبد الله بن الزبير. فقالوا: والله لو كانت الدنيا بيني وبينك لسلمتها إليك، ولو كانت مزرعتي من المدينة إلى الشام لدفعتها إليك. فسبحان الله، فقالوا: إذا وصلك خطابي هذا فدم مزرعتك إلى مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك. فقال له يعني سبحان الله، كان يعني جدا هذا. قالوا: فإن جنة الله عرضها السماوات والأرض. فسبحان الله، أول ما وصل الخطاب لعبد الله بن الزبير تأثر جدا، ويعني وحتى يعني يقول إنه ابتلت الرسالة بدموع عبد الله بن الزبير، وذهب إلى سيدنا معاوية واعتذر له وقبله على رأسه. يعني هذه الأساليب اللي كيف ممكن الاختلاف يعزز الاستخلاف في الأرض. كيف نحن ممكن هذا الموقف لو كان سيدنا معاوية أرسل جيش أكيد كان حتكون حروب يعني بينه، أو حتكون يعني معركة ترق فيها الدماء، ولكن بطريقة حكيمة، بطريقة ذكية جدا كيف تعامل واحتوى الموقف. بل والطرف الثاني هو اعتذر ويعني اعترف بخطأه. هذه هي الأساليب اللي تجعل من الاختلافنا من إذا حصل بيننا إحنا كيف نستشهد بهذه القصة. وده اللي ذكرناه، نحن كيف نستشهد بهذه القصص وهذه العبر في أثناء نحن نحكي هذه القصص لأبنائنا. وأنا لو حصل اختلاف بيني وبين زوجي، ولو حصل أي اختلاف بيني وبين أقاربي، لابد أن أين المرجعية، أين المنهج اللي أنا يعني من خلاله أحل مشاكلي. يعني يمكن الحياة كلها تسير على منهج، الحياة كلها تسير على خطة. فيبدأ إذا كانت المدارس تسير على مناهج
فيبقى إن حياتنا الأسرية، حياتنا العامة، نحن كمسلمين لابد أن تسير على هذا المنهج. إذا أنا اختلفت، ما هو منهجي في حل مشكلتي؟ ما هو كيف كانت تحل المشاكل في يعني في تاريخنا الإسلامي؟ وقيس على ذلك يعني، فيكون هذا هو المنهج، هذا هو الأسلوب اللي يجعل الاختلاف من أجل الاستخلاف. يعني نأتي هنا إلى آداب الاختلاف. يعني للاختلاف حقيقة له آداب، يعني لكل شيء له آداب. زي ما ذكرت في البداية، في أسس نقيم عليها أسلوب اختلافنا، وهنالك أساليب إيجابية. لكن نأتي هنا أثناء الاختلاف آداب نحن نراعيها. إذا اختلفنا في حديثنا، في نقاشاتنا، في مواضيعنا، أكيد يعني لابد أن تكون هنالك قواعد، تكون ضوابط، تكون آداب إحنا نراعيها. أولا احترام الرأي الآخر. يعني دائما لما أنا أشعر الطرف الثاني إنه ما استهزأ فيه، احترم رأيه. يعني ممكن هو يعني مثلا زوجي أو أختي أو ابني، حتى ابني الصغير، هو يتكلم معه، المفروض أنا أحترم رأيه، استمع إليه. الاحترام هذا اللي وحده موضوع كامل. يعني ممكن يحتاج مننا نحن نتكلم في موضوع احترام الرأي الآخر، يحتاج مننا حلقات وحلقات. لكن الآن نوجز في هذه الجزئية، إلا أنا أبين الاحترام من خلال حتى جلستي، من خلال يعني كل تصرفاتي، يعني لغة جسدي، هذا يعبر عن الاحترام. مناقشة بطريقة تكون موضوعية مع حسن الاستماع، ليس فقط الاحترام، ما يكون في مقاطعة أثناء الاختلاف. أنا أراعي أن أنا أناقش الموضوع بموضوعية، ودي اللي إحنا كنا نتكلم عنه، اللي هي الأسلوب التفاوض، أسلوب الحكمة. أنا أكون مستمعة جيدة حتى أرد بطريقة بتكون أكثر موضوعية، وتكون هي يعني من أجل الوصول إلى الحل. اختيار أطيب الكلمات، اللي هو أطيب الكلام، واللي يمكن يتعلق بالنوع الأول في العلاقات اللي ذكرناها. أنا أثناء الاختلاف ما أسيء، ما أتلفظ بألفاظ سيئة. يعني الألفاظ هي حتزيد المشكلة أكثر تعقيدا. يعني بدل ما أحل، أنا لو قلت للزوجة أنت سيء، أنت ما عندك شيء، أنت دائما كذا، ما أكون حليت المشكلة أصلا. حتى لابني لو قلت أنت سيء، أنت ما تفهم، أنت كذا، يعني كل ما يعني يمكن من الألفاظ اللي هي نحن بغنى عنها. التماس الأعذار، يعني دائما ممكن أنا يعني ودي يمكن أن ألتمس العذر. ربما هو يمكن ما سمعني، ربما أنا أرسلت رسالة، يمكن كان يعني النت ربما ما كان عنده إنترنت، أو أشياء كثيرة، وده بيحصل الآن بشكل مستمر. يعني يا إخوة، حقيقة نحن الآن نعيش في هذه الوسائل، لكن أحيانا هذه الوسائل بطريقة غير مباشرة تسببت في كثير من المشاكل، سببت كثير من الخلافات اللي أدت إلى خصوم، يعني وأدت إلى تفكك الأسري، وأدت إلى سبحان الله يعني الابن يقاطع أخوه، أو البنت تكون عاقة بوالديها. فنكون كل الحذر، يعني نتحرى كيف نتعامل مع هذه العادات. يعني لأن أحيانا في كثير من الأمور تكتب رسالة في موقع ما ربما تفهم على غير المقصود. الآداب الثانية اللي هي الالتماس الأعذار، الالتزام على ما تم الاتفاق عليه. نحن دائما لما ذكرنا في البداية، أثناء حوارنا، أثناء الاختلاف، أثناء إدارتنا للاختلاف، نكون إحنا في النهاية يمكن يعني في مخرجات لهذا الاختلاف، في مخرجات لهذا الحديث أثناء المواجهة وأثناء النقاش. طيب نحن اختلفنا في أمور ما، ندع ما اختلفنا عليه. طيب وصلنا إلى نقطة الاتفاق. إذا اتفقنا على أشياء معينة، إنه هو الوفاء بالعهد، لابد أن أنا ألتزم، إن أنا ألتزم بهذه الأشياء. طيب يمكن أذكر قصة. واحدة من الأخوات كان عندها مشكلة مع زوجها، اللي زوجها هو يعني موظف في مؤسسة، وعنده مشاكل كثيرة، اجتماعات كثيرة. وفي نفس الوقت الأم اللي هي الزوجة اللي هي الأم بتكون عليها عباء البيت كله، من يعني كل مسؤوليات البيت، من تنظيف، طبخ وإلى آخره. وزيد عليه عبء ثاني اللي هي متابعة أبنائها في الواجبات المنزلية. الزوجة أحيانا بيكون عنده وقت فراغ، يعني بيكون عنده مثلا في عطلة الأسبوع وغيرها، فتحس إنه يعني طيب يعني هو ليه ما يساعدني ليه؟ وكانت هذه المشكلة حقيقة تسببت في مشاكل أكبر، وصلت مرحلة إنه خلاص يعني في حين ممكن كان الاثنين لو جلسوا
مع بعض. يعني كل واحد لو جلس يعني وضع المسؤولية اللي احنا ذكرنا من الأساسيات، إن طيب ما هو الوقت الفاضي بالنسبة لك أنت؟ يمكن عندي مسألة في مشكلة الرياضيات أنا ما أقدر أراجع مع ابني، يبقى يتحمل جزء من المسؤولية الزوج. يعني في يوم عطلة الأسبوع أنا أخذ 3-4 ساعات مع ابن أو بنتي أساعده في هذه المسألة. يبقى في بقية المواد أنا يعني عمل جدول وأبرمج على أساس أنه يكون أنا دوري كأم في هذا الجانب، لكن ما يترك الأمر هكذا صراحة. يعني لأنه قد يكون في كثير من الأحيان يكون عندنا أوقات نحن ممكن نتواصل فيها مع أصدقاء. طيب الأقربون أولى بالمعروف، خيركما خيركما لأهلي. طيب من باب أولى إنه أنا يكون عندي وقت لزوجي ولأبنائي. أحيانا أنا يمكن وقتي يعني يهدر في أشياء ما تعود علي بالنفع ولا بالفائدة. يبدأ آداب الاختلاف اللي نحن نراعيها حتى يكون هذا الاختلاف مبني على قواعد سليمة. والقصة اللي ذكرتها كان بالإمكان نحن نحتوي خلافاتنا بطريقة بتكون أكثر ذكاء وأكثر حكمة وأكثر عقلانية، بحيث إنه ما تؤدي هذه التراكمات وهذا سوء التفاهم اللي يحصل ما بين الأسرة، يصل مرحلة إنه في النهاية اللي تدمير الأسرة يحصل. لو رجعنا في قصة بداية أحيان كثير من الطلاق واللي يحصل الانفصال، تجد أحيان بيكون أسباب ممكن كان حلها بكل بساطة، لكن ما أعطينا لأنفسنا فرصة، ما أعطينا أنفسنا وقت حتى نحن نجلس. طيب هذه هي شركتي، هذه هي مملكتي أنا كزوجة، وهو كزوج لابد أن أنا أكون حريص عليها جدا. كأي مدير شركة مؤسسة الآن، أي مدير عاقل أكيد ما حيرضى أنه يخسر يعني كل ما أنفقه في هذه الشركة أو هذه المؤسسة، دائما حيسعى للربح. والربح الحقيقة أنك أنت تجعل كيف هذه الأسرة تكون مستقرة، وتكون مستقرة بمعنى أن أنا أكون شريك في حل المشكلات، أنه أنا ما أتهرب من حل المشكلات، أنا أكون عندي وقت كافي أتحمل مسؤوليتي بأي شكل كان. حتى ولو عجز الزوج إنه ما عنده وقت كافي، أنا معلش ركزت في الزوج بمعنى إنه أحيانا قد يكون التقصير حتى من الزوجة أو من الأم. فبالتالي نحن يعني الرسالة اللي إن شاء الله الواحد يريد أن أول يعني ممكن أنا أستفيد منها أولا، ثم إن شاء الله أنا أرسلها وأناقشها عبر هذه القناة لكل الأخوة والأخوات اللي يسمعونا، خاصة اللي عايشين في المهجر. نحن كيف نحتوي خلافاتنا، نحن كيف نستطيع أن نستفيد من هذه القيم والمبادئ، ونكون نحن قدوة صالحة لأبنائنا، ويعني نقي أنفسنا من كثير من المشاكل الاجتماعية. كونوا دوما بخير، ونختم موضوعنا في هذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وموضوع جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا،